في ناس بتلعب في الملعب وفي ناس بتكتب التاريخ من ورا الكواليس. النهارده مش هنتكلم عن نجم هداف ولا صانع العاب ولا حارس مرمى، لا ده احنا هنتكلم عن صانع النجوم نفسه، لقبوه بشيخ الكشافين. راجل بسيط شكله مش بيلفت، بس عينيه ما كانتش بتغلط ابدا. كان بيشوف الناشئ وهو بيجري في حاره او ملعب تراب ويقول لك الواد ده هيبقى نجم كبير، وفعلا بيبقى. عبده البقال ما كانش كشاف في النادي من اول لحظه، لا ده كان موظف بسيط وبيحب الكوره، بس حب الكوره عنده اتحول لهوايه، والهوايه بقت مهنة عمره. كان بيلف على مراكز الشباب والملاعب الترابية يشوف ماتشات الشوارع ويدون في ورقة في ايده كده فلان سريع، فلان بيفكر، فلان عنده نظرة. ومن الورقة دي طلع الاهلي بأجيال من النجوم. الراجل ده لا كان غني ولا كان مشهور ولا كان شكله يديك احساس ان في دماغه خطط تكتيكية، بس كان عنده اهم حاجة، عين لا تخطئ. وإن كانت السلسلة بتاعتنا وبرنامجنا اسمه أساطير منسية، فالراجل ده هو اللي عمل الأساطير المنسية واللي مش منسية. فيلا تعالى معايا في حلقة من أمتع الحلقات اللي هنعملها، فيلا بينا على مسرح الأحداث. اتولد عبد المنعم حسن عبد المنعم الشهير بعبده البقال في محافظة القليوبية، علشان بعدها يتنقل لمحافظة القاهرة علشان يدرس في القاهرة، وبعد تخرجه يشتغل مفتش صحة. انت تعرف ان عبده البقال كان لاعب كورة ولاعب حارس مرمى. طب ما كملش ليه يا عم عصام؟ تعال اقول لك يا حبيب اخوك. وهو بيلعب في مرة وقع على دراعه اليمين وايده اتكسرت، ولكن للاسف اصابته كانت صعبة واثرت عليه الاصابة دي لحد ما مات. لما كان بيمسك قلم ويكتب كتير كانت ايده بتورم، علشان بعد الاصابة دي يشتغل اداري في الاهلي، يوفر للعيبة السكن، اكلهم، شربهم، ويحل مشاكلهم الشخصية، علشان بعد كده يقرر انه يكتشف مواهب للاهلي ويبتدي يدور على اللعيبة الموهوبة. وسبحان الله كان موهوب في الحتة دي جدا، وصاحب عين ثاقبة في اكتشاف اللعيبة، وكان بيدور في كل حتة في كل محافظات مصر عن اي لعيب موهوب في اي دورة بتتلعب، دورة كرة شراب، دورات مدارس، دورات رمضانية. المهم انه ما كانش بيسيب اي حدث كروي. عبده كان شخصية محبوبة ودمها خفيف وكوميدية جدا، وكان اهلاوي متعصب للنادي جدا وكان بيحبه من قبل ما يشتغل فيه. طب ايه قصة لقب البقال اللي اتشهر بيه عم عصام؟ زمان يا حبيب اخوك ما كانش فيه تليفونات في اغلب البيوت، وبيت عبده حاله كحال البيوت دي. فإدارة الأهلي لما كانت بتحب إنها تتواصل معاه كانت بتتصل على رقم البقال اللي تحت بيته، وكانت الناس مسمية رقم التليفون عبده وجنبه اسم البقال، لحد ما طلع عليه مع مرور الوقت عبده البقال. تعال هنا بقى أحكي لك قصة نفي عبد الحكيم عامر الزملكاوي لعبده البقال بسبب صفقة خلصها البقال للأهلي جاب فيها اللاعب قبل ما يتعاقد الزمالك معاه. أيوة يا عم عصام، بس اللي انت بتقوله ده يوصل إنه يتنفى؟ يا صاحبي اصل الدولة اهلاوية. تعال احكي لك القصة من غير كلام كتير. 1966 الاهلي بيلاعب المنصورة في كاس مصر، وعين عبده البقال بتقع على لاعب صاعد اسمه لمعي، وكان معجب بيه جدا وقرر انه يضمه للنادي الاهلي، وخد موافقة مجلس الادارة. وبالفعل يسافر عبده للمنصورة عشان يخلص اللاعب، علشان يقابل عبده لمعي ويقول له انت عايز تلعب للاهلي؟ يقول له مين يا كابتن ما يتمناش انه يلعب للاهلي، ده حلم حياتي. يقول له خلاص ان شاء الله هنجيبك. ويطلع عبده على مجلس ادارة نادي المنصورة عشان يتعاقد مع لمعي، وهنا يقولوا له مفيش مشكلة، بس يقولوا له لازم موافقة المحافظ عبد الفتاح فؤاد. مين بقى كان رئيس النادي الاهلي في التوقيت ده؟ الفريق مرتجي. فعبده يتصل بالفريق مرتجي ويقول له كلم المحافظ عشان نخلص في اللاعب. وبالفعل الفريق مرتجي يكلم المحافظ، والمحافظ يوعد الفريق مرتجي انه هيقعد تاني يوم مع مجلس ادارة نادي المنصورة عشان يخلصوا الصفقة. ويسافر تاني يوم عبده البقال عشان ياخد الاستغناء بتاع لمعي، علشان عبده هنا يتفاجئ برفض المحافظ ومجلس ادارة نادي المنصورة. ايه الحجة بقى؟ ان نادي الطيران اتدخل في الصفقة وعايز اللاعب. ويرجع عبده هنا على القاهرة مصدوم من ردة الفعل، علشان يتفاجئ بعديها ان لمعي جاي له النادي الاهلي يقول له يا كابتن عبده الطيران مش عايزني ولا اتكلم عني، ده اللي عايزني الزمالك. علشان وزير الشباب طلعت خير يكلم المحافظ. وخليني اعرفك هنا واديك سبوت كده ان الوزير كان زملكاوي كبير. لا يا صاحبي، ده المحافظ كمان كان زملكاوي، واتفقوا سوا
ان لمعي مش هيروح الاهلي بس هيروح الزمالك، بس الاهلي نادي الدوله. علشان يتاكد عبده من كلام لمعي لما قرر انه يكلم مسؤولي نادي الطيران اللي قالوا له ما نعرفش اساسا مين لمعي ده، ولا احنا اتصلنا بالمنصوره عشان نتعاقد معاه. فهنا عبده البقال قرر انه يعمل حركه ذكيه. انا عارف ان انت بتقول على عادل القيعي انه ثعلب الصفقات، تعال احكي لك بقى عن شيخ الثعالب. علشان يتصل عبده بالمحافظ ويحرجه وقال له لو نادي الطيران انسحب من الصفقه هتعملوا ايه يا فندم؟ قال له يا عبده رغبه اللاعب هي الفيصل، لو عايز يسيب المنصوره اللي رباه مفيش مشكله. علشان يقرر عبده انه يروح في مكتب المحافظ، ويقرر المحافظ انه يبعت للمعي وابوه عشان يشوف رايه ويساله انت عايز تروح الاهلي يا لمعي؟ يرد لمعي ويقول له ايوه يا فندم ده حلم حياتي. فيرد المحافظ ويقول له طب نادي المنصوره اللي رباك يا لمعي؟ فيرد اللاعب ويقول له معلش يا فندم عشان مستقبلي وهفضل احب برضه المنصوره يا فندم. ويرد هنا المحافظ ويقول له بس انا زملكاوي يا لمعي وعايزك تروح الزمالك. الله، ما الموضوع هنا ما طلعش المنصوره ولا هتسيب المنصوره اللي رباك وفضله عليه. فيرد لمعي ويقول له لا يا فندم انا عايز اروح الاهلي مش عايز اروح الزمالك. وبكل شياكه واناقه المحافظ يطرد لمعي وابوه من مكتبه. وهنا اتأكد عبده أكتر من اللعبة علشان يروح للفريق مرتجي ويشرح له كل اللي حصل. فيتصل هنا الفريق مرتجي بالمحافظ ويقول له أنا عايز أقابلك بس بعيد عن المكاتب. وبالفعل يتفقوا إن هم هيتقابلوا في فندق من الفنادق الكبيرة اللي على النيل علشان الفريق مرتجي ياخد علي زيور مدير الكورة وعبده البقال معاه. ولما وصل وفد الأهلي يتصدموا إن المحافظ قاعد مع 2 من مجلس إدارة نادي الزمالك. فالفريق مرتجي يقول له حضرتك قلت إن فريق الطيران هو اللي داخل في الصفقة والزمالك مش طرف. وهنا يصمم المحافظ إنه يضم لمعي للزمالك، وقال للفريق مرتجي نسمع رغبة اللاعب تاني. هنا شيخ الثعالب عبده البقال كان عامل حسابه وعارف إنه هيحتاج لمعي، فقرر انه يجيب لمعي بشكل سري للفندق من غير ما حد يعرف، وقعدوا ورا الفندق مستني الاخبار. مش بقول لك عبده البقال ده داهيه؟ فعبده يجيب لمعي قدام الناس اللي قاعده كلها عشان لمعي يقول قدامهم ان انا عايز الاهلي وهعتزل لو ما لعبتش في الاهلي. فيضطر هنا المحافظ انه خلاص خد قرار انه هيبعت الاستغناء للنادي الاهلي. بس فجاه بيخش عليه مندوب من عند وزير الشباب ويقول له الوزير مهتم جدا بالموضوع وعايز يشوف اللاعب وابوه. وبالفعل يروح بلمعي وابوه لمكتب وزير الشباب، ولكن عبده البقال قرر انه ما يسيبهمش، انا جاي معاكم. ولكن هنا الوزير رفض انه يدخل عبده البقال ويقابله، والسبب معروف طبعا. عبده البقال كان قاعد في السكرتارية مستني ايه اللي هيحصل من لقاء ما بين الوزير وبين لمعي وابوه. ورغم محاولات الوزير والمحافظ وكلام الوزير معاه جوه، لمعي يتمسك بالاهلي. ولما عرف الوزير ان عبده قاعد بره في السكرتارية اتصل بيهم وقال لهم طلعوه بره الوزاره خالص. علشان يتعصب هنا الوزير على لمعي وابوه والموضوع بيتعقد، والمحافظ يرفض يطلع الاستغناء للاهلي، فالصفقه بالتالي باظت. علشان تمر شهور، وفي مره عبده قاعد مع علي زيور مدير الكوره ومحمد الجندي مدرب الاهلي بيتغدوا في نادي القوات المسلحه في مصر الجديده. وفجاه شاف عبده البقال واحد قاعد بيتغدى لوحده، ركز كده لقاه محافظ الدقهليه عبد الفتاح فؤاد. علشان يروح له عبده وبعد السلامات يقول له فاكر يا كابتن موضوع لمعي؟ قال له طبعا فاكره. علشان يرد عبده ويقول له الواد مستقبله ضاع يا فندم، ورفض يتمرن وبطل كوره تقريبا. المحافظ بعد ما سمع الكلام ده شكل كده ايه لمعي صعب عليه، فقال لعبده البقال طب عدى عليا بكره خد الاستغناء من مكتبي. ولما وصل عبده البقال تاني يوم مكتب المحافظ لقى عامل لجنه اسمها تصفيه الاقطاع، وكانت اللجنه دي مهمه في وقتها وكانت الدنيا مقلوبه اصلا في المحافظه. فيفضل عبده مستني المحافظ لغايه الفجر. ولما المحافظ خلص اللجنه اتصدم لما دخل ولقى عبده البقال لسه موجود، وقال له هو انا هجيب لك الاستغناء منين دلوقتي؟ بس عبده البقال كان معاه كل الورق، ما كانش فاضل غير امضه المحافظ علشان يمضي المحافظ على الاستغناء ويسلمه لعبده البقال، علشان عبده البقال ياخد الاستغناء وياخد اللاعب ويطلع بيه على النادي الاهلي. بس هنا عبده البقال ما كانش يعرف ان الصفقه دي هتجيب له الكافيه. لما سأل المشير عبد الحكيم عامر مين السبب ان الواد ده يروح الاهلي، قالوا له واحد اسمه عبده البقال. قال لهم مين ده وشغال ايه؟ قالوا له ده شغال في الصحه في مكتب في القاهره. قال لهم خلاص انقلوا لي الواد الجديد. انت لو متابع الحلقات اللي فاتت هتعرف ان وقتها ان هم ممكن يشتغلوا شغلانتين في وقت واحد عادي. وهنا يرفض عبده قرار نقله ويقول لهم خلاص ارفدوني، علشان الفريق مرتجي يروح لعبده البيت ويقول له يا عم عبده نفذ قرار النقل وانا هرجعك تاني. ويقول له عشان خاطر يا عم عبده ما تعاندش، الموضوع جاي من فوق. وهنا نفذ عبده قرار النقل وراح الوادي الجديد. وكان طبعا القرار ده
امتثال لكلام رئيس النادي الاهلي، وبعد ما يقضي عبده هناك 7 شهور يرجع تاني على القاهرة. بس المرة دي لما رجع ما رجعش على نفس المكتب اللي كان فيه في صحة القاهرة، ولكن لما رجعوه في مكتب صحة في الجيزة، وده طبعا كان عقاب ليه على صفقة لمعي. عصام ابن الحاج عبده البقال وهو بيحكي قال ان ال7 شهور النفي دول اثروا على ابويا نفسيا وجسديا جدا، وده طبعا ان دل فهيدل على حاجة واحدة بس، ان الاهلي نادي الدولة. ابنه بيحكي وبيقول ابويا كان بيحب الاهلي بطريقة غريبة، حب غير طبيعي، لدرجة انه كان بيعتبر الاهلي ابن من ابنائه. لما الاهلي كان بيكسب كنت تلاقيه راجع البيت مبسوط وفرحان، ولكن لو خسر محدش كان ينفع يتكلم معاه. والحقيقة حب عبده البقال للأهلي هتشوفه في تصرفات أبوك وأبويا، وهتشوفها في جيناتك اللي ورثتها عن أبوك، وهتشوفها في عيالك وحماسهم في تشجيع الأهلي بعد كده. هي جينات واحدة يا صاحبي وبتتوزع على كل الأهلاوية. تعال أحكي لك موقف هنا يبين لك قد إيه إن عبده كان وافي للأهلي وبيحب الأهلي جدا. في يوم فؤاد صدقي نجم الأهلي السابق ومدرب الأهلي السابق واللي كان صاحب عبده البقال جدا تولى تدريب نادي المقاولين العرب. بعدها راح زار عبده في البيت وعرض عليه عرض ما يترفضش، فيقول له الرئيس عايز يقابلك. يقول له الرئيس مين؟ يقول له عثمان احمد عثمان رئيس المقاولين، هيبعت لك عربيه بالسواق تحت تصرفك وادي شيك ليك. قال له مقابل ايه يا فؤاد؟ قال له مقابل انك تشتغل معانا كشاف وتجيب لنا اللعيبه. فيرد عبده هنا بكل عصبيه ويقول له انت مجنون يا فؤاد، انا سيب الاهلي، انت مش عارف عبده البقال يا فؤاد. فيرد فؤاد ويقول له ده بيزنس يا عبده. يقول له مش انا اللي اعمل بيزنس عن النادي الاهلي. طب يلا بينا نتكلم عن شويه صفقات اللي خلصها عبده بذكائه. ميمي الشربيني اللي كان من اشهر لعيبه الاهلي في حقبه الخمسينات والستينات، واللي عملنا بالمناسبه عنه حلقه ولازم تروح تشوفها. عبده البقال بيشوف ميمي الشربيني في مباريات كليه تجاره القاهره، وبعديها يقرر عبده انه يختبره في ماتش ودي، وطلب عبده من سكرتير الكره في النادي الاهلي انه يتعاقد معاه، ولكن هنا يتدخل الزمالك في الصفقه. فعبده يقرر انه هياخد السكرتير علشان يروحوا بيت ميمي الشربيني، ولكن وهم طالعين لمح في عربيه مسؤولي نادي الزمالك مستنين ميمي الشربيني علشان يتعاقدوا معاه. وهنا لجأ عبده البقال لخدعه ما تتنسيش، خلى ميمي يلبس ملابس زوجة بواب العمارة، يعني ملاية لف ومنديل وبرقع وشبشب عالي. بس كده يا حبيب اخوك؟ لا والله، ده شايله سبت خضار في ايده وهو نازل علشان لما ينزل ياخدوا ويركبوا عربية اجرة علشان عبده ياخد ميمي ويوديه عند شطارة لاعب الاهلي السابق يخبيه هناك، لحد ما عرف عبده انه ياخد الاستغنى بتاعته ويوقع العقود للاهلي. هاخدك بقى لسنة 1952. احنا دلوقتي قدام ماتش ما بين فريق وزارة الصحة وفريق دمياط. فريق وزارة الصحة كان فيه عدد من لعيبة الاهلي والمنتخب، فهنا يلمع لعيب من نادي دمياط ويحمل ماتش عمره. مين قاعد له بقى في الركن هنا بالمرصاد؟ عبده البقال. عبده لما عجبه طريقة لعب الولد ده قام مدبر ماتش تاني ما بين نفس الفرقتين علشان يشوفوا تاني. ما هو لو اداؤه هيفضل كده قدام كل النجوم دي هيستاهل انه يجي الاهلي، واللي حسبه لقاه وقدم ماتش احلى من الاولاني. مين اللعيب بقى ابو 16 سنة اللي مكسر الدنيا؟ رفعت الفناجيلي، وبرضه انا عملت عنه حلقه ولازم تروح تتفرج عليها. وبرضه قصة ضمه لطه اسماعيل، اكيد طبعا انت مستني ان اقول لك ان انا عملت عنه حلقه وعايزك تروح تتفرج عليها. طيب يا صاحبي، ما انت قريت الكلام اهو من غير ما اقوله لك، فروح اتفرج عليها يا صاحبي، ما تصغرناش بقى. عبده البقال شاف طه وصمم انه لازم يجيبه للنادي الاهلي، ولكن خليني بقى احكي لك قصته الاول. مدير نادي المصري القاهري اللي كان بيلعب فيه طه كان اسمه مصطفى يونس، وكان زملكاوي، وكان مصمم على ضمه للزمالك، وبالفعل ياخد طه ويروح الملعب الفرعي بتاع الزمالك اللي بيتدرب عليه ناشئين الزمالك، وبعد انتهاء الجلسه يروح طه من غير ما يبدي اي قرار ولا راي، علشان بعدها باسبوع الساعه 11 بالليل في النادي النوبي يلاقي عبده البقال داخل عليه يقول له قوم هات شنطتك وتعالى معايا. 11:30 يا صاحبي طه اسماعيل كان لاعب في النادي الاهلي. في يونيو 1957 الناس تصحى من النوم تلاقي خبر الاهلي يضم طه اسماعيل. طب تعالى احكي لك عن ضمه لربيع ياسين. اكيد انت فهمت انا قصدي ايه، ان انا عملت عنه حلقه وهتسيب بعد ما تخلص الحلقه دي تروح تتفرج عليه. عبده البقال هنا بيسمع عن موهبه للاعب اسمه ربيع ياسين. ربيع اللي قاعد في الفشل يلاقيه جاي له تلغراف يقول له بكره استنانا في محطه قطر بني سويف. فيروح ربيع واخوه المحطه يلاقوا عبده البقال طالع لهم من شباك القطر. انت ربيع ياسين؟ قال له اه. قال له اركب. لسه هنتكلم، اركب. فربيع يرد ويقول له يا عم انا لا معايا لبس ولا معايا حاجه خالص. يا عم اركب ما تشغلش بالك، انا هوفر لك اللي انت عايزه كله، بس اركب. علشان عبده يبص لاخوه ويقول له ما تقلقش
هنجيبه لك تاني. فربيع يبص له ويقول له يا عم انا رايح فين معاه؟ فيقول له عندنا ماتش ودي في سوهاج. فربيع هنا فهم ان هو واخده عشان يجربه في الماتش، علشان يجيب عبده الربيع طقم وجزمه ويختبره، علشان هنا يقرر عبده انه مش هيسيب ربيع ياسين، فياخده معاه ويرجع بيه على بيته في الهرم. الكابتن ربيع وهو بيحكي بيقول خدني وبيتني في بيته وقفل عليا، والصبح كنا في مقر النادي الاهلي. فهنا ربيع يفاجئهم ويقول له انا ماضي في الاسماعيلي. قال له يا عم احنا هنخيرك وانت اختار. وبعد ما ربيع ياسين يقول له خلاص انا عايز الاهلي، ياخده ويروح بيه مكتب المحافظ. المحافظ يقول له للاسف ده الورق راح الاسماعيليه. فعبده هنا بذكائه قدام المحافظ وقدام كل اللي موجودين يقول لربيع انت عايز تلعب للاهلي؟ فيرد ربيع هنا ويقول له مين ما يتمناش انه يلعب للاهلي يا كابتن؟ انا عايز العب في الاهلي. علشان يتنقل ربيع ياسين بناء على رغبته للنادي الاهلي. 40 سنه قضاها عبده البقال في اكتشاف وجلب لاعبين للنادي الاهلي، وخلال ال 40 سنه دول اكتشف عبده لعيبه كتير جدا اللي بقوا فيما بعد اساطير للنادي الاهلي. عندك الفناجيلي وميمي الشربيني، طه اسماعيل ومختار، الخطيب وربيع ياسين، مروان كنفاني وابو غيده الفلسطينيين، ولو فضلنا نقول اسماء فالحلقه مش هتخلص. علشان نوصل هنا للحظه الحزينه، وفاه شيخ الكشافين واعظم مدير تعاقدات قبل ما يخترعوا المهنه دي اصلا سنه 1978. عبده البقال ما كتبش كتب وما كانش بيطلع في برامج، ولكن تاريخه مكتوب في كل جيل لعب للأهلي. الراجل ده مش بس كان كشاف، ده كان سفراجي الأمل، يلمع لك الولد الغلبان في الحارة ويقول لك ده هيشيل المنتخب يوما ما، ومن وسط التراب يطلع الذهب. تاريخ كبير وعريق عمله الأهلي، ساهم في بنائه أبسط خلق الله. الكلام ده مش هتشوفه في البرامج الرياضية، ولكن هتلاقيه منقوش في قلب كل نجم لمع في النادي الأهلي، وكان اللي جايبه عبده البقال. وأتمنى في يوم قناة النادي الأهلي تعمل عنه فيلم وثائقي يليق بيه. رحم الله مكتشف الأساطير شيخ الكشافين عبده البقال.